سمر صالح، الفتاة التي عملت كفراشة لم تمل ولم تكل عن عملها الإغاثي مع اللاجئين السوريين من كافة محافظات سوريا، ها هي الآن تقبع كأقحوانة خلف قضبان الدولة الإسلامية في الشام والعراق بمن يسمون نفسهم داعش. تدخل شهرها الثالث من الاعتقال التعسفي الذي طال الكثيرين من الشباب أمثالها بتهمة إيصال صوت الشعب السوري المهمش إلى العالم وتهمة إنسان. ها نحن الآن نقف عاجزين عن إنقاذها من مطرقة دعاة للمعارضة ترمي بصوت النساء المعتقلات عرض الحائط. نناشد النساء السوريات برفع أصواتهن للمطالبة بأنثى كانت حضنا دافئا لأطفالنا وذراعا تتوسده رؤوس اللاجئين المتعبة. إلى المعارضة نناشدكم بها. إلى سمر صالح، نفتقدك. هنا حلب، عاشت سوريا حرة أبية. مكتوبي عالسورة المي